ده مقاتل أجنبي. بص كده، فيه كويس؟ في حاجة مميزة؟ مفيش، صح؟ طب بص كده على المقاتل المصري اللي هو أنا، من غير عنصرية يعني، برضو مفيش حاجة مميزة. بس لما نيجي نتكلم على بروسلي أو نبص عليه، لا ده احنا نقعد نتكلم بقى من هنا للصبح. وهو ده اللي بيميز المقاتل. ما ينفعش المقاتل يكون بيتمرن ويقاتل وبس. صح، ايوه، بس مالكش دعوه بيا. لا، ده لازم اي مقاتل يكون فيه وفيه ومش عارف وكذا وكذا كذا ويا ولود كذا. من الامثله مثلا فهتلاقي ستيفن سيجال اللي مشهور جدا بالعنف الشديد جدا في قتاله، على عكسه مين بقى بالظبط؟ على عكسه جاكي شان اللي مشهور بخفه الدم والحركه والكوميديا في الافلام بتاعته. ولكن لما نيجي نبص على بروسلي بالذات، شغل مخك يا تيمون وحاول تلفت نظرهم. يعني عايزنا اتحزم وارقص؟ لا لو بصينا عليه هنلاقي حاجة مميزة ومميزة جدا كمان. فأنا حاسس إن الفيديو عجبك وأنت مش عايز تعمل لايك، اعمل لايك بقى لو الفيديو يستاهل ومتابعة. ويلا بينا نتكلم عن بروسلي. عارف لما تلاقي واحد صاحبك شغال يتفلسف عليك؟ هو كان كده، كان بيتفلسف في القتال. ايه في القتال عشان تتفلسف فيه؟ يعني بص هنا مثلا في فايت وفي معركة، وهو سايب كل ده وراح يحكي مع العدو ويديله درس فلسفة عن ازاي عصاية البامبو سلسة ومرنة ولازم الانسان يبقى زيها. Do you understand? This bamboo becomes a sword. ملهوش ستايل معين في القتال. مرة تلاقيه يضحك، ومرة تلاقيه يتعصب يصرخ، مرة تلاقيه حكي يقعد يلعب كده مع العدو وينغشه. أول فن قتال اتعلمه هو أسلوب الوينج تشون. أسلوب الوينج تشون هو أسلوب رائع جدا للمسافات القريبة. وطبعا اتعلم ده على إيد مين؟ أيوه، إبمان. لا مش ده، التاني الأصلي. وعلى عكس ما ناس كتير بتقول، لا هما كانوا علاقتهم كويسة جدا مع بعضيهم. بروسلي نفسه كان حابب الكونغ فو. يعني بص هنا مثلا كان بيقولك إن الكونغ فو من وجهة نظره أحسن من الجيستو، لأن لو حد مسكني هي ضربة واحدة وهتخلص الموضوع، مش لسه بقى هحاول امسكه واوقعه والكلام ده. But in Kung Fu, it always involves a very fast, like for instance, a guy grabbing your hand. It's not the idea to do so many steps. Step him right on the instep. He'll let go. Directly express one motion, and he's gone. ومن طريقة كلامه ان هو بص على الجيجيستو بص على الكاراتيه، لكن لا، هو الكونغ فو هو اللي دخل مزاجه. وبعد كده يبان ان هو موهوب جدا. يعني بص السرعة اللي عنده دي، السرعة دي مش موهبة، لا هو اتمرن عشان يوصل للسرعة دي. All right. Go ahead. There is the finger jab. There is the punch. There is the back fist and then low. Of course, then they use leg straight at the groin or come up. Or if I can back up a little bit, they start back from here and then come back. طبعا انا شفت مقطع الفيديو ده 1000 مرة، ولكن اول مرة اخد بالي من التفاصيل دي. زي ان الراجل بيرجع بعد ما بروسلي يكون ضرب الضربة بكتير. اصلا بروسلي ضرب وروح والراجل بيتفادى الضرب. زي ان بروسلي عمره ما يعرف يبقى جد، هو ما بيعرفش يبقى جد، طول عمره بيهزر. يعني بص مثلا هنا وهو بيشرح هو بيتكلم جد جدا، ولكن ما قدرش يكتم الضحكة فراح ضحك ورجع تاني يتكلم بجدية. To the eyes, you would use fingers. Don't worry. To the eyes. بدأ ينجي من كل حتة حاجة لحد ما بدأ يخترع فن الجيت كوندو. Jeet Kune Do, the way of the intercept. Come on, touch me. Any way you can. Fist. To reach me, you must move to me. Your attack offers me an opportunity to intercept. Well, speaking of a left jab. Oh, how much time was lost? ان لو انت بتاخد وقت عبال ما تجيلي، انا استغل الوقت ده في ان انا اضربك. ما اقعدش اراوغ واحاول اهرب بزياده، ما تجودش من دماغك. هو ضرب، صديت، اضرب على طول. Not taking 1 inch, not anything less than that. مش تصد وتصد او تضرب وتضرب. لكل فعل رد فعل. Be water my friend. Be water, my friend. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. بص هنا برضو كان بيتكلم بجدية، عايز يمسك الضحكة بس ما قدرش، راح ضحك. عموما كلمة سمايل هتلاقيها كتير في الفيديو هنا. Be water, my friend. Like that, is it? I see. I get the idea. I get the. رياضة الجيت كوندو هي قريبة قوي من رياضة MMA. اسمها هي مش رياضة، هي مجموعة رياضات مختلطة، mixed
مارشال ارتس. هي من اسمها كده هي مش رياضة واحدة، هي مجموعة رياضات مختلفة. ناس كتير جدا كانت بتقول على بروسلي ان هو لو كان دخل في البطولات بتاعت الام ام اي كان هيبقى مقاتل فرز اول فيها، هيبقى ممتاز فيها. I've no doubt he would have been world champion in MMA. No. There is no opponent. There's no one. You're against yourself. You know what I mean? You're against yourself. What are your thoughts when facing an opponent? There is no opponent And why is that? because the word I does not exist. بروسلي في أغلب الأوقات بيبان إن هو مغرور شوية، ولكن مفيش حد مغرور بيقابل كومبارس وبيتصحب عليه، ومفيش مقاتل مغرور. وأنت اللي عايزك تتعلم ده. لو أنت بتتعلم أي فن قتالي اوعى تتهرب بقوتك أو بجسدك. بنجهز لحاجة معينة واللي هو فيلم إن شاء الله، فما تنساش تعمل متابعة عشان ما يفوتكش أي جديد. كان معاكم مصطفى صاحب المغامرة. سلام.